بيبقى في كده مجموعة من الكواكب بتبقى خارج مجموعتنا الشمسية، اتكلمنا عليها في حلقة من الحلقات اللي كانت أغرب 10 كواكب تم اكتشافها. تعالوا نكمل السلسلة دي بس المرة دي بالبرنامج اللي اكتشفناه الحلقة اللي فاتت، ونشوف هل هنكتشف عليه حياة أو حتى مؤشرات إنه يصلح عليه الحياة. الكوكب اسمه كيبلر 1022 بي، وخلي بالك ده مش كيبلر 22 بي اللي كان بيقولوا عليه شبه الأرض. الكوكب اللي احنا هنروح له النهاردة هو كيبلر 1022 بي، فيلا بينا تعالوا نشوف هل هنكتشف عليه حاجة ولا هيطلع مفهوش أي حاجة. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا دلوقتي عند الأرض، عايزين ندور على كيبلر 1022 بي. كيبلر 1022 ده النجم بتاعه. كيبلر 1022 هو نجم، لكن كيبلر 1022 بي ده بيرمز للكوكب اللي بيلف حوالين النجم ده. فيلا بينا نروح للكوكب ونشوف هل هنكتشف عليه حاجة. الكوكب بيبعد عن الأرض بمسافة 1400 سنة ضوئية، لكن لما شفته على ناسا لقيته بيبعد عن الأرض ب 1370 سنة ضوئية، فمش فارقة 30 سنة ضوئية دول. زي ما انتوا شايفين هو ده الكوكب. الكوكب ده تم اكتشافه سنة 2016. هو فعلا شكله شبه الأرض جدا، شكله عليه جبال وحتى أنا شايف أودية. وبيلف حوالين نجم شبه الشمس بتاعتنا. تعالوا ننزل عليه ونتفرج عليه. فعلا عنده غلاف جوي شبه الأرض بتاعتنا. السما بتاعته زرقاء زي الأرض، والأرض بتاعته أرض صخرية وعليه غيوم. تعالوا نلف شوية فيه ونشوف ممكن نلاقي فيه إيه. هل ممكن نلاقي فيه حياة فعلا؟ واضح إن إحنا نزلنا في صحراء كبيرة. تعالوا نسرع شوية ونلف شوية هناك. أنا مش لاقي أي حاجة. تعالوا نسرع شوية كمان. واضح إن إحنا نزلنا في صحراء كبيرة جدا. أوه، إحنا كده وصلنا لمكان فيه رملة. في اختلاف في الأرض. واضح إن الأرض هنا مندية شوية عن المكان اللي هنا. الكوكب ده ممكن نلاقي عليه مية. تعالوا نطلع شوية لفوق ونشوف من فوق شوية عاملة ازاي. واضح إن مفيش أي حاجة، كوكب كله قطعة واحدة. بس أحلى حاجة إنه عليه غلاف جوي وغيوم. أنا تقريبا لقيت مية أو لسه. لا، مفيش حاجة. دي أول مرة بكتشف الكوكب ده معاكم. حاسس إن فيه مية ودي طينة، بس مفيهوش أي حاجة. تعالوا نطلع شوية لفوق وندور لو في حاجات لونها أزرق. كوكب كله شكله غريب أوي. واضح إن كله صحراء. في حاجة مختلفة أوي؟ لا، مفيش. بس الغلاف الجوي بتاعه حلو أوي. في اختلافات هنا، ممكن يكون في حاجة هنا.
هنا الرملة ناعمة أكتر، زي الرملة بتاعت الشط عندنا. واضح إن إحنا بنقرب من المية. هنا الأرض شكله مية وطينة. وصلنا اهو. في حاجة هنا. هو ليه الجو اتغير؟ ولا الأرض هي اللي اتغيرت؟ بقت صخور على رمل. أو الشمس بتاعته. واو، شكل الشمس بيفكرني بالفيوم. احنا لقينا مية، راحت فين؟ شكلنا ماشيين غلط ولا ايه؟ ايه دي؟ ياه، دي مطلعش مية. دي جبال. واو، يا لهوي. الله بجد، عرفت ليه بيسموه عم الأرض. تخيل تبقى واقف لوحدك كده على كوكب معلهوش أي حد وتبص على المنظر ده. بس هنا الشمس أكبر شوية. بس الحرارة هنا عالية أوي، 328. بس كله صحراء، حتى مفيش حاجة خضرا خالص. حاسس إن أنا على الأرض بس في حتة فيها جبال كبيرة، بس ملقناش حياة. كل دي جبال، طلعت جبال مش مية. كل دي جبال، عليه وادي كبير أوي من الجبال. أوه، لما دخلنا أوه. الله. دخلنا في الحتة الفاصلة بين النهار والليل. الكوكب بيقلب كله برتقاني زي الأرض عندنا. الشمس هنا شكلها حلو أوي. تعالوا بقى نروح بالليل، نشوف الجزء اللي بالليل عامل ازاي. مش يمكن المية، مش ممكن نلاقي مية على الجزء اللي فيه الليل. بس هو كله جبال، أنا خايف بجد. هو هنا مفيش قمر. واضح إن هنا مفيش. نشوف كده لو عنده قمر. عنده قمر؟ لا، ما عندوش قمر، لا. تعالوا ننزل على الجزء اللي فيه الليل ونشوف هنشوف حاجة ولا لأ. النجوم عادي يعني. في نجم منور جامد قوي، اسمه ايه؟ ستادر وايت سوبر جاينت، عملاق أبيض. احنا شايفين مجرة هنا كبيرة قوي. في مجرة صغيرة. ده سديم ده ولا ده مجرة. ده كارينا، سديم كارينا. هل بيظهر الجبار من هنا؟ مش باين. في نجم برضه منور جامد أوي.
كله نجوم وليل، انا مش شايف اي حاجة تحت، شايف الارض خالص. طيب تعالوا نسرع الوقت، خليه ننزل، خلي النهار يبان هنا. هو شكل النهار ما بيبانش هنا. يعني انت بتلف بوش واحد؟ طلع كوكب يا جماعة بيلف بوش واحد، فاحنا مش هنعرف نشوف الجهة اللي فيها الليل ايه. طب استنوا نغير الإضاءة كده نشوف. ايه اللي حصل؟ طب ما انت اتغيرت اهو في برنامج. ايوه صح كده. كأني باخد تايم لابس على الأرض عادي. بس الضوء ده جاي منين؟ يعني ده كده. تعالوا نشوف كده الدنيا هنا هي عاملة ازاي، بس انا مش شايف اي حاجة يعني. هطلعنا برا عايزين ننزل، مفيش حاجة، مش هنعرف نشوف حاجة. خلينا نشوف مرتفعات ومنخفضات بس، مش هنشوف حاجة. هو فعلا بيلف وش واحد، نتأكد برضه. انت هنا احنا في الشمس، طب ايه المشكلة؟ بيلف وش. هنحط الوش ده قدام الشمس كده ونبتدي نسرع الوقت ونشوف هيحصل ايه. لو الوش ده ابتدى ينور يبقى هو مش بيلف بوش واحد، لكن لو الوش ده ابتدينا نشوف الشمس بتلف تحت كده والوش المقابل للشمس ابتدى يلف معاها دلوقتي، فهو فعلا بيقابل الشمس بوش واحد، فعمر الوش التاني هيبقى منور، فهتلاقوا جزء مولع نار والتاني برد جدا. فتعالوا كده يلا نشوف هل هيلف بوش واحد ولا وشين. نبتدي نسرع شوية شوية، ابتدت الشمس تلف، أو ابتدى الكوكب يلف حوالين الشمس بتاعته. أوه، وبكده نكون اتأكدنا إن الكوكب بيلف حوالين النجم بوش واحد زي القمر بتاعنا. زي ما انتم ملاحظين هنا الوش ده هو ماشي مع الشمس. تعالوا نرجع شوية كده، المشكلة إن احنا مش هنعرف نشوف ده مع ده، بس هي النجم هنا اهو هو عمال يلف معاها، النجم اهو هو بيلف معاها. يعني عمر ما الجهة التانية هيجيلها إضاءة ولا حرارة. هو عمال اهو الحتة دي عمالة تلف حوالين النجم بتاعها. بس في حاجة حلوة أوي، غلاف الجو بتاعه باين إن هو بيتحرك. الكوكب حلو ولذيذ بس معلوش مية، فبالتالي مش هتلاقي عليه حياة. مفروض إن احنا لو واقفين على الكوكب يكون النجم بيتحرك زي الشمس بتاعتنا، وده مش بيحصل هنا. فمعنى كده إن الكوكب ده بيشوف النجم بتاعه من جهة واحدة بس، والجهة التانية ضلمة. ولكن يظل الكوكب شكله حلو وعنده غلاف جوي، النجم بتاعه شبه الشمس بتاعتنا تقريبا،
تعالوا نبص عليه مرة. عليه حتى السان سبوتس اللي في النجم بتاعنا، النقط السوداء دي، وبس كده. معلوش مية ولا حاجة تصلح للحياة، حتى الكوكب مش قادر يلف حوالين نفسه من كتر جاذبية النجم اللي بيلف حواليه زي القمر بتاعنا بالظبط. فمعنى كده ان احنا لو رحنا للكوكب ده افتراضا هنعيش في نهار بس او ليل بس او بين البنين، ده لو اصلا ما تشويناش من درجة الحرارة العالية جدا اللي عليه. وبكده ما ينفعش نعيش على الكوكب ده. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تروحوا فين الحلقة اللي جاية. هل مثلا نروح نكتشف ثقب اسود، ولا نشوف كواكب تانية شبيهة بالارض ونشوف عليها حياة ولا لا، ولا مثلا نشوف سديم تاني غير سديم الجبار اللي احنا شفناه الحلقة اللي فاتت. هتلاقوني حاطط على الانستجرام ستوري، قولوا لي عليها عايزين تروحوا فين، وأول مرة تعملي فولو. واعمل فولو على فيسبوك وتيك توك، هتلاقيني بنزل عليهم أخبار جديدة دايما. واعمل اشتراك هنا في القناة وفعل زر الجرس عشان الحلقات توصلك أول بأول. وبكده خلص الكلام.